تخيل معايا كده انك تقعد شهور وسنين من غير ما تستحمى لحد ما ريحتك تطلع والامل يملى جسمك. انت هنا بقى هتاخد وسام الشرف. طبعا بعد الشر عليكم من العفانة انا بقول نتخيل مع بعض. طب هو في وسام شرف مقابل النتانة والعفانة دي؟ ايوه في البلد اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. ده مش بس كده، ده كمان عندهم الستات المعفنين اللي بيقعدوا برضو بالشهور دول من غير حموم بيتجوزوا عدد لا حصر له من الرجاله. بتعمل لهم جدول كده، النهارده يوم فلان، بكره يوم علان، وهكذا وهكذا. يجي صاحب النصيب اللي النهارده يومه يقضي وقت لطيف مع مراته، وبعد الفجر يتكل على الله يروح بيته. ايوه هو اللي بيرجع بيته. ليه بقى؟ لان الهانم برنسس هي اللي ليها بيت قاعده فيه، وجوازها كل واحد بدوره يجي في اليوم بتاعه يجي لها يمارس معاها الرومانسيه والحب، لان علاقه الجواز اللي عندهم دي قايمه بس على الحب والعواطف والرومانسيه. يعني راجل داخل بمجهوده. طيب لما يخلفوا كل الرجاله دي مين ابن مين ومين ابن مين؟ لا هي سلطه بالطماطم على بعضها، ما حدش عارف مين عيال مين ومين بتوع مين. الست هنا بقى هي اللي مسؤوله عن كل حاجه. الراجل لا ليه واجبات ولا ليه حقوق ولا ليه مسؤوليات حتى اتجاه ولاده. ازاي الكلام ده؟ اصل الست هي اللي ماسكه الحكم كله، هي اللي في ايديها كل حاجه. ويوم ما بتزهق من راجل من الرجاله دول وهو بس حس انها مش عايزاه ومش متقبلاه بيمشي وما بيوريهاش وشه تاني. لا طلاق بقى، ولا محكمة الأسرة، ولا النيش بتاعي، ولا ذهبي، ولا نفقة العيال، ولا مصاريف العيال، لسبب بسيط جدا ان هو اصلا مش مسؤول عن العيال، والعيال بيتكتبوا باسم الام واهلها واخوالهم اللي هم اخوات الزوجة هم اللي مسؤولين عن العيال كلهم. يعني هو فعلا داخل بالمجهود وبس. ده موجود في الدولة اللي احنا بنتكلم عليها دي في قبائل معينة، مش في الدولة كلها طبعا كالعادة. هنرجع تاني لحتة الحموم. ايه حوار بقى ان هما لازم يفضلوا معفنين وما بيجيبوش اي مية على جسمهم لمدة شهور وسنين. هنرجع ورا شويتين كده لزمن العصور الوسطى، في زمن جنكيز خان. كان في الزمن ده بقى اصلا ممنوع الاستحمام والنظافة نهائي، لان هم كانوا بيؤمنوا ان الحموم بالمية بيغضب الآلهة. نفضل معفنين علشان الآلهة ما تغضبش علينا يا جماعة. ده حتى المحاربين نفسهم بقى كانوا بيفضلوا بالملابس بتاعة الحرب عليهم لحد ما تتهلهل، يعني تنتن عليهم وتبقى ريحتها زي الزفت ومليانة أمل. كل اللي كانوا بيعملوه بس في الوقت ده ان هم يقلعوا الهدوم، ينفضوها من الأمل ويلبسوها تاني عادي جدا. انا عايزه اعرف بس العدو اللي كنتوا بتحاربوه ما كانش بيقرف وبيهرب اصلا؟ يعني اكيد هيسيب لكم الارض من الريحه ويهرب، هو خلاص مش عايز يحارب، خلاص هو استسلم اكيد. ناخد الكبيره بقى يا جماعه. الكبيره بقى بتقولك ايه؟ ان كل ما كانت ريحتك معفنه ومعتقه في العفانه والنتانه اكتر، وكل ما الامل كتر في جسمك اكتر، كل ما كنت بركه اكتر، لان هنا انت ما غضبتش الالهه وما استحملتش. ويا سعدك يا هناك بقى لو جنكيز خان عرف ان انت راجل بركه وبقالك قد سنتين 3 كده ما استحمتش والامل مليك من فوقك لتحت، فيعمل ايه بقى؟ هيديك مكافاه. يعني جنكيز خان بنفسه هيديلك مكافاه. فتخيلوا معايا هنا ايه المكافاه؟ يقلع هدومه المعفنه المنتنه هو كمان زيهم بالظبط، اللي مليانه امل وهي بأملها كده بسلطاتها ببابا غنوجها، يديها لك هديه. وانت طبعا تاخد الهديه. ده جنكيز خان بقى، ده انت واخد هديه يعني مش اي كلام. تاخد الهديه، الهدوم المنتنه المعفنه، وتروح لابسها بكل فخر وعزه وتمشي في البلد كده اللي هو يا ارض تهجي ما عليكي ادي، انا جنكيز خان اداني هديه. تقولش مديلك صينيه بسبوسه بالكنافه مثلا، في ايه؟ دي حته ما علينا، الحلقه قلبت ريحتها قذره. فيعني هو مديلهم بقى الهدوم
مبلوله كده بعرجه. عارفين انتوا فاكرين فيلم اللي هو الجلابيه بعرجه؟ دي يا ريتها بعرجه، بس دي بعرجه بقرفه بأمله بنتايا. كفايه، ما علينا. لو هو بيبقى ماشي بقى واخد الهدايا وفخور بيها وهو لابسها كده، طب نفضها اعمل ايه؟ مش عارفه. طبعا العادة دي بتاعت الحموم طبعا دلوقتي ما بقتش موجودة إلا في بعض المناطق النائية من الدولة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، اللي أنا مش هقول لكم هي إيه، هسيبكم لآخر الحلقة وانتوا بقى خمنوا. من ضمن الطقوس، احنا خلاص اتكلمنا عن طقس الجواز بتاع الستات واتكلمنا عن طقس النتانة والعفان. في طقس بقى للشرب. لو عندهم دلوقتي، لو حضرتك كضيف رحت الدولة دي ضيف بقى وداخل على الناس كده، هنا بقى هيقدموا لك ايه؟ المشروب الرسمي بتاعهم، وهو نبيذ حليب الخيل. ويساعدك يا هناك بقى لو خدت المشروب بتاعهم وشربته من غير حماس، يا ده يا دق، انت كده اعلنت الحرب. هو المشروب بتاعهم ده ريحته قذرة بجملة القذارة يعني، وريحته مقززة، وريحته يعني فجة جدا. فانت لازم تشرب المشروب ده وانت يعني اللي هو ايه، بتشرب اكنك بتشرب عصير قصب مثلا عندنا، إيه، بتشرب شويه حاجه كده يعني، فتشربه وانت متحمس جدا ومبسوط والضحكه من هنا يعني كده. ليه بقى حضرتك؟ لانك لو ما شربتوش بحماس وانت اساسا قرفان منه، هتفضل يصبولك 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 لحد اما يبصولك كده ويحسوا ان لا، بص المره دي بيشرب بحماس، خلاص كفايه عليه كده. فانت من اول كوبايه يا معلم لازم تبين لهم ان انت بتشرب بحماس. طب ايه حوار الحماس ده بقى؟ قالك ما هو اصل انت لو ما شربتش بحماس كده هتصيب المواشي بتاعتنا بلعنه، فلازم تشرب بحماس. لعنه ايه ونيله ايه؟ ما يكفي غروف ده. غير الحماس بقى لازم تشرب من الاساس، اساسا لازم تشرب. ليه بقى؟ لانك اصلا لو ما شربتش يبقى انت كده بتهين الناس اللي انت ضيف عندهم. ولازم بقى لما تيجي تاخد الكوبايه بقى اللي فيها المشروب، لازم الرجاله بقى تعمل ايه؟ تركع على رجليها الاتنين وتنحني كده وتمسك الكوبايه وتشرب. الستات بقى المتجوزه بتركع بس على رجل واحده. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملوها، وهو بتاع ايه يعني، البحماسه وبتاع. عندهم بقى الجبال هي كمان مقدسة زي المية كده ما بتغضب الآلهة. الجبال ممنوع يا معلم تتسلقها، رغم انها كمان مليانة معادن، يعني التعدين فيها هيبقى ثروة قومية. قالك لا، الجبال عندنا مقدسة، لا حد يطلعها ويتسلقها، ولا حد يستخدمها في التعدين ولا يستخرج منها أي معادن ولا أي حاجة من الكلام ده. طب ليه بقى؟ علشان من زمن بعيد كده قالوا إن الجبال دي فيها أرواح قديمة، والأرواح بقى اللي موجودة في الجبال دي بتتحكم في الدولة، بتتحكم في طاقة الدولة وخصوبة أرض الدولة، لا وكمان بتتحكم في مصير الأمة. جبل ايه بقى اللي فيه ارواح بتتحكم في الحاجات دي كلها؟ انا مش عارفه. واهم جبل بقى من الجبال المقدسه دي، ايه اللي ممنوع تتسلقها وتستخرج منها المعادن؟ هو جبل برخان خلدون. الجبل ده بقى هو مسقط رأس جنكيز خان. الموضوع بقى دخل في ديناصورات، ايوه اللي انقرضت دي. ايه علاقه الدوله دي بقى بالديناصورات دي كمان؟ قال لك لا، ده علاقه جامده جدا. الدوله دي بقى فيها اكبر مستودع للحفريات وهياكل وعظام الديناصورات. اخر طقس بقى من الطقوس الغريبه اللي في الدوله دي، بس طقس بصراحه عجبني جدا. والطقس ده او العادة دي يعني انتشرت واتعرفت عالميا. بيعملوا ايه بقى؟ الطقس ده الاول اسمه بكاء الجمال. طب بيعملوا فيه ايه؟ بيعملوا فيه حفلة موسيقية كبيرة جدا، بيعملوها للجمال النونو الصغيرة. بس مش اي جمال نونو صغيرة، الجمال اللي امها رفضاها ومش عايزاها ولا عايزه ترضعها ولا عايزه تكبر، اللي هو يعني ولدتها كده ورمتها مش طايقاها. فالناس فكروا قالك ايه، لا احنا لازم نرجع العيل لامه. فعملوا الحفله دي. بيعملوا ايه بقى؟ بيربطوا الجمل النونو جنب امه وبيبداوا في عزف الموسيقى
على الكمان. حلو. وفي شخص بيبدأ يغني، بس مش بيغني اي اغاني بقى والسلام، لا، بيغني اغاني كلها بتدعو للأمومة، اللي هو يعني يا أم اصحي أمي شوفي ابنك اللي عمال حزين عايز يرضع من لبنك. الكلمات كلها ايه؟ رومانسية وحنية، وبتدعي الأم إنها ايه؟ تبقى حنينة على ابنها، حاجة في النوع ده. فسبحان الله الجمال بتفهم، يعني فاهمة إن الحفلة دي معمولة علشان كده، وبتفهم نوع الموسيقى اللي بتتعزف لها، وفاهمه الكلام اللي بيتعزف لها اللي بيتقال لها كمان. فيعني هنا سبحان الله العظيم يعني. وفي واحد كمان بيبدا اول ما الحفله بتبدا، بيبدا بقى يمسك رقبه الجمل الام، يقعد جنبها ويبدا يمسك رقبه الجمل الام، ويبدا يحسس عليها بلطف وبحنيه، اللي هو ايه يعني؟ الله يخليكي خليكي حنينه على ابنك واعطفي عليه ورضعيه من لبنك، حاجه شبه كده بالظبط. والناس بقى اللي بتبقى موجوده في الحفله دي هم كمان بيبداوا يغنوا نفس الاغاني اللي هي فيها أمومة وطفولة والحنية وعطف ورا اللي بيغني بالظبط. وبعد ساعات من الغنى والكلام اللطيف ده، بيلاقوا الجمل الأم بقى بيعمل إيه؟ بيلاقوا الجمل الأم وابنها الصغير الاتنين بيبدأوا يعيطوا، وبتروح الأم للجمل النونو ابنها وترضعه. فسبحان الله العظيم، زي ما يكونوا هما الاتنين فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. فطبعا ده طقس من الطقوس الجميله اللطيفه الحلوه، ويا ريت كل الطقوس والعادات تبقى من النوع ده، مش تقولي حموم وامل وقرف ونيله واللي بتتجوز 20 دي. مالها الحاجات الحلوه دي؟ مالها يعني؟ طبعا انا حكيت لكم كل حاجه تقريبا مهمه يعني في الدوله دي، ومش هقول لكم بقى، والاول مره اعملها مش هقول لكم الدوله اللي انا بتكلم عليها دي تبقى مين. وهستنى بقى رايكم في الكومنتات في الحلقه وفي المعلومات اللي قلناها. واللي عرف احنا بنتكلم عن دولة ايه يكتب، واللي معرفش برضه يقول ان هو معرفش واحنا هنقول له هي ايه. خلصت حلقة النهارده، رب الحلقة تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.